أجول بلادا وألتقي عبادا ضاقت بهم الأرض، لتسمح لي الفرص أن أحدث تغييرا في حياتهم، أسعدهم وأسعد معهم. قد لا أستطيع الوصول لكل محتاج، إلا أنني قد ألهم الآخرين ليبدأوا ولو بشيء بسيط، ويكون بذلك قلبي اطمأن. ولك القرار أن تكون مشاهدا أو مغيرا. فما زالت الدنيا بخير والناس للناس. عندما نتفكر في قصة خلق سيدنا آدم وزوجته حواء، نستخلص الكثير من العبر. قد يكون أهمها هي دور المرأة في تعمير الأرض جنبا إلى جنب مع الرجل. سبحانه الله الذي وضع إمكانيات وقدرات في المرأة تساعدها على قهر الظروف كيفما كانت وتصبرها على الابتلاءات. يقال: المصائب لا تأتي فرادى، والصبر عليها يصبح عادة. وهذا حال نادية التي التقيناها اليوم. بسم الله، نبدأ سعادة جديدة. السلام عليكم، كيف الحال؟ الله يبارك فيك. شو يبيعون هنا؟ شاي؟ وبعد؟ طيب يلا سوي لنا واحدة القيمات. السلام عليكم. بكم هذه؟ تبيع 5 تبيع 10 تبيع 20. طيب اعطينا شاي واعطينا شو اسمها هذه، زلابية؟ طيب اعطينا زلابية. لا بس الله يبارك فيك، شكرا. ها؟ اي سفري. بكم هو هذا؟ 5؟ شو حاطه فيه؟ ممكن نجرب وحدة؟ جميل. انت من زمان هنا تشتغلين؟ من متى؟ من 6 شهور. ما شاء الله. تجي جاي طوالي؟ تجي جاي طوالي؟ أنا أول مرة أجينا. كم هذا؟ 5. هذا شو فحم ولا بوتاجاز؟ فحم. فحم. ليش ما تسوين على البوتاجاز؟ البوتاجاز شنو؟ ما بياخذ زمن، لكن زمن، النار سريعة. وهذا أرخص يعني؟ ولا أغلى؟ الفحم رخيص. هذا بيتك هنا؟ هاي مؤجرات. مش لك أنت؟ مأجرة. طيب. عندك شاي سادة؟ لا بس. لا شاي زين، أوكي. شاي عندك كوباية سفر. ما في مشكلة. تفضل شيخ. الله يكرمك. والله وحدة. والله كثر خيرك. الله يبارك فيك. شكرا. تشتغلي لوحدك ولا حد معك يشتغل؟ براير. براكي ها؟ أولادك، زوجك؟ زوجي متوفي. الله يرحمه. عندي أولاد توأم، هسه وديتهم بالخلوة. توأم ها؟ الله يحفظهم إن شاء الله. يعني أنت مرتاحة؟ الأمور تمام؟ الحمد لله. ها؟ سبحان الله، أنا كنت مار كذا وكنت جوعان. فزين شفناك. انت هذا بيتك ها؟ الله يعطيك العافية. طيب انت اكيد مش محتاجة شيء؟ الامور تمام؟ الحمد لله. طيب يعطيك العافية. بس لحظة، انا اعطيتك فلوس صح؟
رجعتي لي المبلغ 10 جنيه. ها طيب قلتي لي كم ولد عندك؟ 2 كمان؟ طيب هذه هدية لأولادك. الله يعطيك العافية. هذه هدية لأولادك إن شاء الله. الله يبارك فيك ويبارك فيك. سلمي عليهم. شو اسمعهم؟ طيب الله يحفظهم إن شاء الله. وأنا سمعت إن بيتك محروق صح؟ وقالوا الغرفة عاوزة تتصلح. فهذا مبلغ للمقاول إن شاء الله يصلحون فيه غرفتك ويعدلوا لك الغرفة. الله يبارك فيك. سامحينا وإن شاء الله هذا الغاز راح يتحول لبوتاغاز بعد شوي. يعطيك العافية. يلا شكرا. إنسان فقير ينهي عمله الذي يكد به يوميا ببضع ملاليم لا تكفيه قوت يومه، يقفل على نفسه الباب وقلبه مليء بالهم والحزن واليأس والحيرة. كيف يمكن أن تمنحه الأمل وتصنع الفرق؟ نحن اليوم سخرنا الله في طريق نادية لنكون جزءا من التغيير في حياتها، وأنت تأكد بأن دورك في الحياة محفوظ، وأن رب العباد سيسخرك لتكون مفتاح فرج لضيق أحدهم في يوم من الأيام. حين أعطي دون أن أدري لمن، فلا مقابل أرتجي منهم ولا حتى ثمن. ذقت السعادة حينها روحي سمت بعطائها، قلبي اطمأن. عش في الحياة مسافرا، دم للسعادة ناشرا، لا شيء يبقى كما ترى إلا بما قد تذكرا. كن خيرا، عش في القلوب مبادرا، كن ملهما ومؤثرا، لا شيء يبقى كما ترى إلا بما قد تذكرا. كن خيرا. حين أعطي